اللي في الصورة قدامكم دي ممثلة مصرية اسمها أمينة زهني، والمشهورة بأم ستوتة. مثلت في فيلم واحد بس وهو فيلم سلامة في خير، والفيلم كان السبب في إن الديابة تاكلها. فيلم سلامة في خير مشهور بالقصص الغريبة عن أبطاله. اتكلمت في فيديو سابق عن قصة مدام جربيس أو أم يني، والنهاردة هنتعرف على قصة أمينة زهني وإيه اللي حصل لها. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي ودي قناتكم براند. السلام عليكم. اتولدت أمينة أحمد عبد العال زهني في الشرقية سنة 1860، وسكنت في حي باب الشعرية في القاهرة مع جوزها العامل البسيط، وبعدها بفترة مات بالسرطان بعد صراع طويل مع المرض، وساب لها مسؤولية بنتهم الوحيدة اللي ربتها لوحدها. واضطرت أمينة تنزل تشتغل وبدأت تبيع خضار علشان تعرف تصرف على نفسها وعلى بنتها، ورفضت تمد إيدها لأي حد. حتى لما جيرانها كانوا بيحاولوا يدوها مساعدات مادية كانت بترفض. وكان جارها الفنان الكبير نجيب الريحاني، وعرض عليها أكتر من مرة إنه يساعدها بفلوس وتقعد في البيت، بس هي كانت دايما بترفض. وربت بنتها لحد ما اتجوزت وعاشت مع جوزها، وبعدها بنتها خلفت بنت، ولما ماتت بنتها جوز بنتها ساب لها حفيدتها علشان هي اللي تربيها. واضطرت أمينة تبيع خضار ليل ونهار علشان تعرف تصرف كويس على حفيدتها. ورجع نجيب الريحاني عرض عليها تاني المساعدة المادية، وخصوصا إنها بقت ست كبيرة وما ينفعش تتبهدل كده، ولكنها رفضت وقالت له لو عايز تخدمني بجد اتكفل بحفيدتي بعد ما اموت، لان امها ماتت وسابتها لي وابوها سابها وهرب، وهي ملهاش حد غيري، لكن طول ما انا عايشه انا وحفيدتي مش عايزين حاجه من حد. وفكر الريحاني بانه يساعدها بطريقه غير مباشره، وهي انه يطلعها معاه في فيلم سلامه في خير، وبكده يلاقي حجه يديها بيها فلوس. وفعلا عرض عليها وهي وافقت على طول وفرحت جدا، وعمل لها مشاهد مخصوصة ليها على أساس إنها حماته في الفيلم، وده أصلا ما كانش موجود في السيناريو. المهم جه يوم التصوير، والست أمينة مثلت ال4 مشاهد بتوعها وقدمت شخصية أم ستوتة، وسابت علامة مميزة في العمل، وعملت دور حماته حلو جدا، وكل الناس حبتها، والفيلم نجح نجاح كبير. وكل الناس كانت بتتكلم عن دورها اللي كان مميز قوي بسبب خفة دمها وعفويتها اللي كانت باينة في الفيلم. مفيش يوم تستلم حماتي؟ يوه ينيلك يا مضروب. وكل الناس في الفيلم كانوا مبهورين بيها، وخصوصا المنتج والمخرج. وقتها الريحاني فكر ان بعد كده هيطلبوها في افلام كتيرة، وعطاها اجرها عن دورها، عطاها 50 جنيه. ووقتها كانت ال50 جنيه مبلغ كبير. الممثل التاني في الفيلم هو اللي كان بياخدهم، بس نجيب الريحاني اداهم لها كمساعدة ليها. والست أمينة أول لما شافت الفلوس طارت من الفرحة وما كانتش مصدقة نفسها. وطلع الريحاني معاها قدام الاستوديو، وقف لها تاكسي وركبها وقال للسواق على العنوان، ووصى عليها انه ينزلها قدام بيتها بالظبط. ورجع الريحاني الاستوديو تاني، ولما خلص تصوير روح بيته على الساعة 6 الصبح. لقى الريحاني حفيدتها بتسأله عن جدتها، وقالت له انها ما رجعتش من امبارح. قال لها ازاي؟ انا بنفسي مركبها تاكسي وقلت له على العنوان ووصيته عليها. وطلع يجري يدور في المستشفيات واقسام البوليس، وما خلاش مكان ما دورش فيه. بس الست أمينة كانت فص ملح وداب، وكان اختفائها قصة كبيرة حيرت الشرطة وقتها، واتكلم عنها الوسط الفني كله. وفي الآخر معرفش الريحاني يعمل ايه غير انه ياخد حفيدتها ويربيها زي ما وصته. وأعلن الريحاني إسلامه بعد اختفائها، وفعلا اتكفل بحفيدتها واهتم بيها وعلمها أحسن تعليم لحد ما كبرت ودرست الطب واتجوزت وسافرت مع جوزها ألمانيا. وبعد 27 سنة من اختفاء الست أمينة اتحكم على واحد بلطجي بالإعدام بعد ما قتل واحد صاحبه. لكن قبل ما ينفذوا حكم الإعدام قال لهم إنه عايز يقول على حاجة مخليه ضميره يأنبه، ومش عايز يموت قبل ما يقول السر اللي مخبيه بقاله سنين. قال لهم إن دي مش أول مرة أقتل، أنا زمان قتلت ست عجوزة ركبت معايا التاكسي من عند استوديو تصوير الأفلام، واللي ركبها الفنان نجيب الريحاني أو واحد شبهه، وهي كانت قاعدة ورا على الكنبة وشفتها مطلعة فلوس كتير جدا وعمالة تعد فيها. فالشيطان قال لي أخدها على مكان في الصحراء وأسرقهم منها، فعملت إن العربية عطلت وقلت لها انزلي هركبك حاجة تانية. وأول ما نزلت ضربتها على راسها جامد، وأخدت منها الفلوس وركبت العربية وجريت بيها. وتاني يوم رحت أشوفها إذا كانت لسه عايشة ولا ماتت، لقيت الديابة والكلاب أكلوها وما فضلش منها غير هدومها المقطعة، فسبتها ومشيت. والكلام ده وصل لبديع خيري من ضابط كان حاضر حكم تنفيذ الإعدام، فعرف على طول إنها الست أمينة اللي اختفت ومحدش عرف راحت فين.
وكتب الريحاني في مذكراته إن الست أمينة كانت دايما بتجيله في الحلم وهي بتعيط. وبعد ما الضابط قال لهم اللي حصل جاتله في الحلم وهي لابسة أبيض وليها جناحات وطارت في السماء، ومن بعدها ما حلمش بيها تاني. القصة دي منتشرة في أغلب المواقع والفيديوهات عن أمينة زهني صاحبة الدور الواحد، وبيقولوا إنها حصلت فعلا ومتاخدة من مذكرات نجيب الريحاني. ولكن حابة أقول لكل اللي سمع القصة دي أو قراها إن القصة دي ما حصلتش أصلا، وهنتكلم على جزء من القصة. أول حاجة، نجيب الريحاني ما أسلمش أصلا، وحتى إشاعة إنه أسلم طلعت بعد وفاته بساعات لما دخل محرر آخر ساعة شقة الريحاني وقالوا إنه لقى فيها مصحف وإنجيل وصورة للقديسة تريزا، ولكن بنته جينا أكدت إنه مات مسيحي وإنها تعرف أبوها أكتر من أي حد تاني. ده غير إنه مات سنة 1949، يعني بعد 12 سنة بس من عرض فيلم سلامة في خير اللي كان سنة 1937، والمفروض إن دي السنة اللي اختفت فيها أمينة زهني. فإزاي كتب في مذكراته على اللي حصل ليها وهو مات قبل ما يكتشفوا الجريمة أصلا؟ وإزاي كان بيحلم بيها كل يوم بتعيط، ولما تعرف الحقيقة حلم بيها لآخر مرة وهي ليها جناحات وطارت في السماء؟ ومذكرات نجيب الريحاني ما كانش فيها ذكر الأمينة زهني أصلا ولا حتى عن اختفائها. ده غير إن مفيش أي خبر عن حادثة اختفائها دي في الجرايد القديمة، ولا ليها أي صور إلا من دورها بس. ده غير إن الديابة مش بتاكل الجثث الميتة أصلا. واللي يأكد أكتر كذب الإشاعة دي هو مشهد صغير لأمينة زهني من فيلم الدكتور من إنتاج سنة 1939، يعني بعد تاريخ موتها المزعوم بسنتين، والفيلم بطولة سليمان نجيب وأمينة رزق. وفي المشهد سليمان نجيب وأمينة رزق بيهنوا عروسة بفرحها، وبنسمع الست اللي على شمال العروسة وهي بتقول للفنان سليمان نجيب: الله يبارك فيك يا سيدنا البيك، عقبالك. وبالتأكيد الصوت ده مش غريب علينا لأننا سمعناه قبل كده. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا سيدنا البيك، عقبالك. مبروك. الله يبارك فيك يا ست الهان. هي نفسها الفنانة أمينة زهني اللي جسدت شخصية أم ستوتة حماة الفنان نجيب الريحاني في فيلم سلامة في خير. ده هو احنا غشنا عنك؟ ده انت متغير، وده ايه اللي كنت شايله في ايدك ده؟ وكده خلصت قصتنا النهاردة عن قصة أمينة زهني والإشاعة اللي طلعت عليها بأنها اتقتلت وأكلتها الديابة بسبب إنها ما طلعتش في أدوار تانية غير فيلم سلامة في خير، ده على حسب كلام اللي مطلع الإشاعة. ومع إنها طلعت في المشهد الصغير ده في فيلم الدكتور، وممكن تكون كمان عملت فيلم تاني من الأفلام اللي ضاعت أو الأفلام اللي ما شفناهاش. عرفوني رأيكم في التعليقات، ليه بتطلع الإشاعات الغريبة دي على الممثلين لمجرد إنهم ما ظهروش تاني في أي فيلم؟ ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات. شكرا على المشاهدة، مستنية آرائكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول.